باحب أرحّب بيكم. يمكن أنا أول مرّة أتكلّم في موضوع غامض شوية بالنسبة لكثير من الناس بتعتبره سرطاني، ناس تعتبره أورام، ولكن الفترة الأخرانية يمكن التاريخ الطبّي كلّه اتغيّر تمامًا. هاكلّمكم على ما يُطلق عليه لوكيميا الليمفاوية المزمنة أو يُطلق عليها CLL. المرض ده فيه زيادة متطرّدة في كرات الدم البيضا الليمفاوية وزيادة التبعية فيها. كان زمان نعتبره أورام من أورام الدم، لكن التاريخ الطبّي دلوقتي توقّف وتغيّر تمامًا. إحنا دلوقتي نعتبر كأمراض دم مش حاجة سرطانية. الحديث والجديد فيها تغيّر تمامًا بحيث ظهرت كبسولات بتغيّر طبيعة المرض خالص وتعالج الخلل الموجود في مصنع الدم من إنتاج كرات البيضا الليمفاوية. وتوقعاتنا إن في خلال قريبًا جدًا سنتوقف تمامًا عن العلاج بالحقن تمامًا. التاريخ الطبّي الحديث والثورة الطبّية الحديثة تعتبر يعني من العلامات في أمراض الدم عندنا، والحمد لله. إحنا كنا زمان بنعالجه بعلاج حقن موجهة، حقن شبه كيماوي موجهة للقضاء على مصنع إنتاج الدم في الخلايا الليمفاوية، بس مع توافر العلاج الحديث كله سواء من حقن موجهة أو كبسولات بتغير من طبيعة المرض، الحمد لله المريض بيعيش طبيعي جدا جدا. احنا توقعاتنا في خلال يمكن على السنة القادمة اللي بعدها 2025 هيتقلب المرض زي السكر أو الضغط. في كثيرين طبعا من المرضى بيجوا لنا بيكتشف أنا عندي كردون بيضاء عالية، عندي خلايا ليمفاوية عالية، أعمل إيه؟ أنا مخضوض. بنتوجه طبعا للتشخيص، ولما يتم تشخيصه لوكيميا ليمفاوية مزمنة بتتابع المريض. ليس دليل ان الكردون بيضاء عاليه هو دليل العلاج، لا، احنا بنحط نقط محدده للمريض عشان العلاج، وساعتها ممكن المريض بتتابع فيها. عندنا مرضى كتير بيتابعوا لهم سنين وسنين وما خدوش علاج لان المرض ده خامد بالنسبه لهم ولا فائده من العلاج منه. ممكن مريض يقول لك والله انا الكردون البيضاء دي عدد معين. على فكره دايما بقول للمرضى ان الكردون البيضاء ممكن بعشرات الالاف ويمكن ساعات مئات الالاف ما تضركش، بالرغم من ارتفاعها فهي خامده. مش عايزين فزع، بالعكس عايزين هدوء. في مرضى كتير يستغربوا، طب انت بتقولي تتابع كل 3 شهور؟ المرض خامد، ليه تتابع كل شويه؟ الكرات البيضاء الليمفاويه دي ليس ارتفاعه دليل على البدء في العلاج. توقعاتنا واكرر تاني انه سيصبح جزء من التاريخ المرضي، سيصبح جزء مشابه لمريض الضغط او السكر، هياخد كبسولاته، هيستمر عليها فتره طويله جدا جدا، لا ضرر منه. كل بس اللي يعني اتمناه من اي شخص اكتشف ان عنده كرات البيضاء الليمفاويه كثيره بالاكثر من الحد الادنى ان يتوجه للدكتور للسؤال، مع العلم ان في اسباب اخرى لزياده كرات البيضاء الليمفاويه. ليست كل زياده هي دليل على وجود لوكيميا ليمفاويه مزمنه. يتوجه للدكتور امراض الدم، الطبيب بتاعه او طبيب متخصص، وبناء عليه هيتخذ عده اجراءات تحليليه علشان نبتدي نشوف طبيعه المرض وكيفيه متابعته. اشكركم جزيلا واتمنى لكم يوما سعيد. شكرا جزيلا.